ظهور أعراض لمرض غريب بقرية العليقات محافظة قنا مصر. قام الإعلام المصري اليوم على شاشات التلفزيون بالإعلان عن ظهور أعراض لمرض غريب على أكثر من 200 شخص بقرية العليقات محافظة قنا مصر. والأعراض هي ارتفاع شديد في درجة الحرارة، آلام في العظام، حالة من الإعياء الشديد. ظهرت هذه الأعراض على أكثر من 200 شخص، وانتقل على الفور الطب الوقائي ووزارة الصحة، وقاموا بتوقيع الكشف الطبي على كل المصابين. كما تم أيضا سحب عينات للتحليل ومعرفة نوع المرض وكيفية علاجه والسيطرة عليه. ويذكر أن هناك أكثر من 15 شاب من قرية العليقات محافظة قنا قاموا برحلة إلى مدينة سفاجة في عيد الأضحى الماضي، وبعد عودتهم من الرحلة بدأت ظهور الأعراض لهذا المرض عليهم، وبعدها انتقلت من شخص لآخر حتى وصلت لأكثر من 200 شخص يتم التعامل معهم الآن عن طريق الطب الوقائي ووزارة الصحة لمعرفة المرض والسيطرة عليه. كما ذكر أيضا إن هذه الأعراض موجودة بمدينة سفاجة ومدينة القصير، ويتم أيضا توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل وزارة الصحة وعمل التحاليل اللازمة لمعرفة نوع المرض وكيفية علاجه والسيطرة عليه قبل انتشاره لأكثر من شخص أو خروجه لأكثر من محافظة بمصر.